بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رسالة سلام. ما زلنا نحن وإياكم نشاهد أوضاع فلسطين الهجمة الشرسة التي قام بها المحتل ضد الفلسطينيين. فقام أحد الإخوة بجمع مجموعة من الأحاديث من صحيحي البخاري ومسلم بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ علينا هذه الأحاديث وهذا الكتاب، سماه الأربعون الفلسطينية. وها أنا في هذه الحلقة أقرأه عليكم كما سمعته من شيخي الدكتور حمد بن يوسف المزروعي، وهو أحد علماء الكويت، وذلك إحياء للإسناد، لسنة الإسناد، وكذلك تذكيرا للشعب الفلسطيني بهذه الأحاديث، ولكل مجاهد يجاهد في سبيل الله. فإلى القراءة بأسانيد هذا الكتاب حتى لا يداهمنا الوقت، وقد أنهينا إن شاء الله هذه الأربعين في هذه الحلقة. ومن أراد الإجازة في هذه الأربعين الفلسطينية فيمكن أن أجيزه إن شاء الله. يتواصل مع الإدارة في القناة ونعطيه السند بإذن الله، كما سمعناه من شيخنا الشيخ حمد بن يوسف المزروعي. قال حفظه الله تعالى: أروي هذا الكتاب إلى صحيح البخاري عن شيخنا الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، عن أبيه عبد الحق الهاشمي، عن محمد حسين البتالوي، عن نذير حسين، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن الشاه عبد العزيز بن ولي الله أحمد الدهلوي، عن أبيه ولي الله الدهلوي، عن أبي طاهر الكوراني، عن حسن بن علي العجيمي، عن محمد بن علاء الدين البابلي، عن سالم بن محمد السنهوري، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن زكريا محمد الأنصاري، عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله على الجميع، عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي البعلي، عن أحمد بن طالب الحجار، عن الحسين بن مبارك الزبيدي الحنبلي، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، عن عبد الرحمن بن محمد الداودي البوشنجي، عن عبد الله بن أحمد بن حمويها السرخسي، عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري، عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو نعيم قال سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات عن القبلة قبل أن تحول قبلة البيت رجال قتلوا لم نذر ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا لفظ الإمام البخاري. أما سند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال شيخنا الشيخ حمد بن يوسف:
وأرويه إلى صحيح مسلم عن شيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي بسنده المتقدم إلى الإمام زكريا الأنصاري قال أخبرنا أبو نعيم رضوان العقبي عن أبي الطاهر محمد بن الكويك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي عن أحمد بن عبد الدايم المقدسي عن محمد بن الصدقة الحراني عن محمد الفضل الفراوي عن عبد الغافر الفارسي عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجال من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل المسجد. ولفظ الإمام مسلم الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. الحديث الثاني: المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصله والأرض لك مسجد. الحديث الثالث: المساجد التي تشد إليها الرحال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. الحديث الرابع: عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت المقدس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. الحديث الخامس: عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما للأنبياء عليهم السلام في بيت المقدس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله إلي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي. أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممت فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. الحديث السادس: عن النبي صلى الله عليه وسلم يسوع بيت المقدس المشركين. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. متفق عليه. الحديث السابع: موسى عليه السلام يختار قرب بيت المقدس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال ارجع إليه فقل له
يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. الحديث الثامن: الدعاء للشام بالبركة وبيان فضلهم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. الحديث التاسع: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. الحديث العاشر: اليهود يستهزئون بأوامر الله والتكاليف الربانية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. الحديث 11: اليهود يكتمون الحق. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال ألا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءه ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة. الحديث 12: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، فلعنتهم، فقال ما لك؟ قلت ولم تسمع ما قالوا؟ قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم. الحديث 13: الدجال يلتقي بطائفة من أهل فلسطين. عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنهما قالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قالوا فانطلقنا سرعانا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حتى اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها،
فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سرعانا وفزعنا منها ولم نأمل أن تكون شيطانا. فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين الزغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هي في العين، هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال قتله العرب؟ قال نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة. الحديث 14. اليهود يقلدون أحبارهم تقليدا أعمى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. الحديث 15. ذم تشبه باليهود والنصارى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ الحديث 16. اليهود يسممون النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان ها هنا من يهود، فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ فقالوا فلان. فقال كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قالوا ما حملكم على ذلك؟ قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. الحديث 17. عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. الحديث 18. اليهود يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده. فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر.
فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فتفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. الحديث 19 باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. الحديث 20 اليهود وقتل الأطفال. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. الحديث 21 إكرام المسلم وتقديم موالاته على الكافر، والنهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. الحديث 22 اليهود ينقضون العهد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا، وأومى إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 23 لا مكان لليهود على الأرض يستقرون فيه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا حتى جئنا بيت المقدس، فقال: أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. الحديث 24 باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. الحديث 25 اليهود تباع المسيح الدجال. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. الحديث 26 المسيح ابن مريم عليه السلام يقتل المسيح الدجال في فلسطين. عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. الحديث 27 الحجر يفضح اليهود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الحديث 28 اليهود يعذبون في قبورهم. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. الحديث 29 اليهود والنصارى لا يدخلون الجنة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث 30 من علامات الساعة فتح بيت المقدس. قال عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استضافة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بين الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الحديث 31 فضل الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه 2 أو 3، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. قال: وفي الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. الحديث 32 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. الحديث 33 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الحديث 34 عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. الحديث مرة أخرى: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. الحديث 35 عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. الحديث مرة أخرى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. الحديث 36 أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. عن مسروق الأجدع قال: سألت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم إطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. الحديث 37 فضل الرباط في سبيل الله. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. الحديث 38 المقاطعة الاقتصادية وكيف التعامل مع الأسرى.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من دينك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 39: بشائر النصر. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الحديث 40 والأخير. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. الحديث مرة أخرى: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من أراد الإجازة لهذا الكتاب حتى ننشره بين المسلمين وبين إخواننا الفلسطينيين ونبشرهم بهذه الأحاديث النبوية الطاهرة المباركة. ومن هذا المنبر نشكر شيخنا الشيخ حمد بن يوسف المزروعي على هذه المبادرة الطيبة. انشروا هذا الكتاب، ومن أراد الإجازة بسنده فأنا مستعد أن أجيزه في ذلك، ومن أراد أن يتواصل مع الشيخ رأسا أيضا فبإمكانه أن يتواصل. حمد بن يوسف المزروعي معروف وموجود أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيستطيع أن يحصل بالسند العالي. أردنا أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة، لعل الله تعالى أن يجمعنا به في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى اللقاء.